طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رايا والمسهل بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدوري الثامن عشر. وزير الزراعة يدعو إلى الدفع بالدورة الزراعية في القاشبرك. ورشة عمل حول زيادة المساهمة في برنامج تعليم الكبار بإقليم عنسبة. مقتل 24 متشددا في ضربة جوية أمريكية بالصومال. حكومة جديدة في لبنان بعد أشهر من المشاورات الصعبة. وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تنشئ آلية مالية للدفع مع إيران. مرحبا بكم. عقد مجلس الإقليم الأوسط في 30 من يناير المنصرم اجتماعه الدوري الثامن عشر تحت شعار خطوة السلام الثابتة للتقدم والازدهار. وفي الاجتماع الذي شارك فيه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان الأولياي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد يوسف سايق ومسؤولي الأقسام وفروع الوزارات، أوضح رئيس المجلس السيد أبراهام سمري بتميز هذا الاجتماع لكونه يعقد في الوقت الذي فتحت فيه آفاق السلام الجديدة ورفع فيه الحظر الجائر المفروض على إريتريا، مشيرا إلى أن مجلس الإقليم ظل يساهم في متابعة تنفيذ البرامج من خلال التفاكر والتواحص مع مختلف الجهات المعنية. وقدم المشاركون في الاجتماع آراء وتوصيات بناءة بعد أن استمعوا إلى التقارير التي قدمت لهم من قبل لجان التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافة والقانون والنظام، والتي من ضمنها إعادة النظر في تعرفة الخدمات الكهربائية والهاتف النقال ومنح خدمات مياه الشرب الأولية وإيجاد الحلول للمشكلات. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان الأولياي أوضح فيها بتنفيذ المشاريع الجارية بالقدرات المتوفرة على مستوى الإقليم والدولة، وذلك على حسب الأولويات. وفي الختام أصدر مجلس الإقليم الأوسط تصريحا اشتمل على 19 نقطة، من ضمنها الاستمرار في إنجاز سيارة الطرق ومجاري الصرف الصحي وخلق الأجواء الملائمة للاستفادة الجيدة من كميات الجلود المهدرة. دعا وزير الزراعة السيد الرفاينة برهي في الاجتماع الذي تم في مدينة بارونت في 29 من يناير المنصرم، دعا لتقييم أنشطة الفرع بالإقليم والدفع بالدورة الزراعية وتغيير أنواع البذور. وذكر الوزير الرفاينة برهي الإدارات والخبراء الزراعيين والمواطنين لمنح الأولوية لتعزيز أنشطة حماية التربة وحفظ المياه لدورها الهام في تنمية الدخل الزراعي، مشددا على العمل الجاد في زراعة بذور متنوعة ومحاصيل زيتية وفواكه، والسعي لتوسيع التنسيق الأسري الزراعي المستقر، بالإضافة إلى منح الاهتمام لتعزيز تجميع علف الحيوان. كما دعا الوزير الرفايني إلى تقديم الدعم للشباب المثقف الناشط في المجال الزراعي. ووفق التقرير المقدم في الاجتماع تم زراعة 193 ألف هكتار في خريف عام 2018، 15 ألف هكتار منها عبر الزراعة التجارية الخريفية، وبالري الزراعي 11 ألف هكتار، حيث تم حصاد أكثر من 850 ألف كنتال من الحبوب و1.5 مليون كنتال من الخضروات و708 ألف كنتال من الفواكه. وقيم الاجتماع قلة الإنتاج وخاصة في الزراعة الخريفية مقارنة بالمساحات المزروعة وانتشار معدل الأمطار، وذلك نتيجة لضعف أنشطة حفظ المياه والتربة والزراعة غير الملائمة مع الزمن والأمطار، بالإضافة إلى تدني الوعي حول التغييرات واختيار البذور. كما قدمت في الاجتماع تفاصيل البرامج التي جرت للحفاظ على صحة المواشي والتطعيم والعلاج الوقتي، حيث تم الإشارة إلى القيام بالتوسع في زراعة بذور البطاطا المحسنة المنتشرة في بعض مناطق الإقليم والتي حققت نتائج إيجابية، وتربية النحل والدواجن. ودعا حاكم إقليم القاشبركة السيد فستاهية هيلي إدارات المديريات لتعزيز إسهاماتها من أجل تنشيط أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، مشيرا إلى خلق أجواء ملائمة من أجل إجراء دراسة شاملة لأكثر من 30 قناة تحويلية شيدت قبل سنوات عديدة لمضاعفة الإنتاج الزراعي. نظمت في 28 و 29 من يناير الماضي في مدينة كرن ورشة عمل تساعد على إنجاح أنشطة محو الأمية من خلال تعزيز المساهمة في برامج تعليم الكبار. وأوضحت مسؤولة تعليم الكبار في الإقليم السيدة برهت جابر آب باختيار برنامج محو الأمية الذي
أو باختتام برنامج محو الأمية الذي نظم في مديريتي كرن وإلى برعد، مشيرة إلى بعض المشكلات التي ظلت تواجه البرنامج خلال مرحلة التنفيذ. وذكرت السيدة برهد بمشاركة 4000 طالب، منهم 2159 طالبة في العام الدراسي 2017 و2018 في مديريات الإقليم، حيث حقق 538 منهم نتائج تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة المتوسطة والثانوية. وقد أشارت بأن بعض المواطنين تحصلوا على فرص عمل جيدة في المكاتب الحكومية خلال ال 15 عاما الماضية من خلال برنامج تعليم الكبار. من جانبها أوضح مسؤول قسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد تصفاتين قرماي بأن المديريات تنتظرها مهام كبيرة من أجل تحقيق نتائج جيدة في برنامج تعليم الكبار بالتعرف على الإيجابيات وأوجه القصور. وفي الختام دعا المشاركون إلى ضرورة إيجاد آليات لإيجاد الحلول للتأخير في عملية تجميع القرى ومشكلة المواصلات وعدم توفر المكتبات الأهلية وقلة المستلزمات الدراسية، فضلا عن تقديم أفكار وآراء بناءة تساعد في إنجاح تلك المهام. من جانبه قال السيد قبرزق دمام المدير العام لبرنامج تعليم الكبار في وزارة التعليم إن برنامج تعليم الكبار يلعب دورا لا يستهان به في إرساء الخدمات العدلية، داعيا كافة المواطنين للمساهمة قدر المستطاع من أجل إنجاح البرامج الموضوعة. أشار الاجتماع التقييمي الذي عقد في 29 و30 من يناير المنصرم في مدينة عصب أشار لارتفاع نسبة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية بالتزامن مع توسيع المؤسسات الصحية. ووضح في الاجتماع الذي قدمت فيه تقارير تتعلق بالأنشطة الجارية حول السيطرة على الأمراض المعدية والطب العام وخدمات الولادة وحملة التطعيم، وضح بتنظيم برامج توعية وسيمينارات تنويرية إلى جانب الخدمات الصحية الجارية، مما ساهم في تعزيز وعي المستفيدين من تلك الخدمات. وأشارت التقارير المقدمة في الاجتماع إلى اتباع النظافة الأهلية العامة في معظم القرى وانخفاض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية ونجاح حملة التطعيم عبر الجهود المنسقة. وألقى مسؤول فرع مكتب الصحة في الإقليم السيدة صفاو نقاسي كلمة أشاد فيها بجهود المهنيين الصحيين والشركاء، موضحا بارتفاع نسبة المتابعة قبل وبعد الولادة بنسبة 6%، فيما ارتفعت نسبة الولادة في المؤسسات الصحية ب4%. من جانبها أوضحت وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين الاستثمار الكبير في إنشاء البنى التحتية وتوفير الأدوية والكادر البشري من أجل حصول المواطنين على الخدمات المتكاملة، مما مكن من تنفيذ أهداف الألفية بنجاح، مشيرة إلى إعداد خطة خمسية وسريان العمل في إجراء الدراسة المتعلقة بمراجعة الهيئة الإدارية للوزارة، وكذلك إكمال الاستعدادات لتقديم دورات صحية لتعزيز قدرات الأطباء الميدانيين. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتجميع القرى المتناثرة، أوضح بأن المجتمعين حديثا في مكان المركزي بمديرية فورو يحصلون على الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية، مما يحدث تطورا ملموسا في حياتهم المعيشية. وفي اللقاء الذي أجراه مدير المديرية السيد عثمان عرفة مع ممثلي الشعب بضاحية عربتو، ذكر بأن تجميع القرى يشجع إنشاء الخدمات الاجتماعية حيث ينبغي الدفع به بصورة واسعة. من جانبهم أشار المشاركون إلى قيامهم بدور هام من أجل تجميع القرى المتناثرة مستفيدين من حملات التوعية المكثفة التي جرت فيما يتعلق بأهمية تجميع القرى وما لمسوه على أرض الواقع، مناشدين لصيانة القنوات التحويلية المؤدية إلى مزارعهم والتي أصبحت صيانتها أكثر من طاقتهم. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. ظلوا يخلطون السكر بمادة قريبة ومن ثم بيعه للمواطنين على شكل عسل في المحال التجارية التي يقاموا بفتحها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك من خلال متابعة الشرطة وتعاون المواطنين. وفي التوضيح الذي أدلى به قسم العلاقات العامة بالشرطة الإريترية لإرنا نقلا عن مراكز الشرطة في الأوسط والقاش باركا، أشار إلى أن المتهمين السبع كلهم من مديرية سرجقة بالإقليم الأوسط. وتوضح تقارير الشرطة بأن المتهمين كانوا يجهزون كمية قدرها 10 كيلو سكر ومن ثم خلطها بمادة الشب، وبعد التأكد من برودتها كانوا يقومون بإضافة كمية من العسل الصافي يتراوح وزنها بين نصف إلى 1 كيلو، حيث يقومون ببيعها للمواطنين بالتحرك إلى الأرياف والمدن بعد أن تأخذ هذه الكمية مجتمعة لون وسلوك العسل. وشهد المتهمون المشاركين في هذه الأعمال المخالفة للقانون بأنهم كانوا يقومون بهذا العمل منذ سنوات عديدة،
وقد جنوا أرباح طائلة من هذا التحايل. وقد تم ضبط أكثر من 100 كيلو من ذلك العسل المعد لبيعه. هذا وقد دعت الشرطة الإريترية المواطنين لشراء المواد الغذائية ذات الارتباط المباشر بصحة الإنسان من الأماكن الموثوق بها والمساهمة في كشف المخالفين للقانون. الأخبار العالمية بعد الفاصل. قال الجيش الأمريكي أنه قتل 24 متشددا في ضربة جوية بالقرب من منطقة شبيلة في وسط الصومال. وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا في بيان أنها تعتقد أن الضربة التي وقعت في منطقة هيران لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين. جاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين على ضربة جوية نفذها الجيش الأمريكي وقتلت 52 متشددا إسلاميا كانوا قد هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في نفس اليوم. وتتمتع حركة الشباب الإسلامية المتمردة بوجود قوي في مناطق بجنوب ووسط الصومال. وقد كثف الجيش الأمريكي ضرباته الجوية خلال العام الماضي دعما للحكومة التي تساندها الأمم المتحدة والتي تقاتل الحركة المتمردة منذ سنوات. أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان بعد مشاورات صعبة استمرت قرابة 9 أشهر يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري. وشهدت سماء العاصمة بيروت احتفالات بالألعاب النارية ابتهاجا بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا من بينهم 4 نساء. وكلفت امرأة بحقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وتواجه الحكومة تحديات كبرى على رأسها إعادة تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد وتقليل حجم الدين الوطني الذي يبلغ 150% من إجمالي الناتج القومي السنوي. ومن المنتظر أن تسعى حكومة الحريري إلى تأمين قروض ومعونات دولية يبلغ حجمها 11 مليار دولار حسب توقعات الخبراء. أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا رسميا آلية مالية للدفع مع إيران أطلق عليها اسم إنستكس. ووفقا لتقارير إعلامية فإن اسم إنستكس الذي أطلق على آلية الدفع مع إيران هو اختصار لأداة دعم التبادلات التجارية ويهدف لتأسيس مدفوعات أوروبية لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت هذه التصريحات في وقت تصاعد فيها التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو من العام الماضي الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران رغم معارضة الأطراف الأخرى في الاتفاق لهذه الخطوة. افتتح رئيس الغامبي أداما بارو ونظيره السنغالي ماكي سال هذا الأسبوع مشروع استغرق عقودا وهو جسر يربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية لنهر غامبيا ويربط الدولتين الجارتين ببعضهما أكثر. وأعلن زعيم الغامبي الآلاف الأشخاص الذين يحتشدوا لمشاهدة الافتتاح ومراسم الاحتفال أمنيتنا في أن يقف الجسر من الآن فصاعدا رمزا للوحدة الغامبية السنغالية ورمزا للصداقة والمحبة. وكان يضطر العديد من السنغاليين الذين يعيشون في العاصمة داكار وفي أجزاء أخرى من الشمال إلى قيادة السيارات لساعات طويلة للتنقل حول غامبيا أو الانتظار في طوابير طويلة حتى تصل العبارة إلى إقليم كازامانس جنوب البلاد على مدى السنوات. ويعتبر جسر سينا غامبيا البالغ طوله 1.9 كيلومتر أحد أطول الجسور في غرب أفريقيا ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.